حاجه كده بسم الله ما شاء الله، كل اللي كلوها شكروني عليها. هقول لكم بقى ازاي انا عملتها، ولا يطلع فيها ريحه زفاره، ولا البومبار مثلا نبقى تقولي خايفه منه يكون فيه ريحه مش كويسه. هقول لك النهارده ازاي تنضفي البومبار والكوارع ويطلع الشوربه كده صافيه وجميله وريحتها جايبه لاخر الشارع. بس قبل اي حاجه كده حطي لايك للفيديو تشجيعا منك، واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، ويلا بينا كده نقولك على طول انا عملتها ازاي. طبعا هنا في اكلات انا حطاها مع الكوارع، بس ديت انا كنت مخصصه كل حاجه فيديو لوحدها عشان ايه ما تتوهوش مني. يعني انا هنا عامله فتة الكوارع، في كمان طواجن كده جنب فتة الكوارع احنا ملناش دعوه بيها، ده احنا هنعملها فيديو تاني لوحدها. انا هنا كده كنت جايبه كارعين كده كبار عشان خاطر انا زي ما قلت لكم انا كنت عامله طواجن جنب الكوارع، بس احنا النهارده الفيديو بتاعنا هيبقى مختص على قد الكوارع والبومبار. تمام كده. انا هنا كده جبت كارعين، طبعا انت تقدري تجيبي كارع واحد لو انت هتعملي على قد الفته الكوارع والبومبار بس قبل ما نغسل الكوارع انا كنت غسلاها، بس هقول لكم الاول نحط كده الميه الكوارع كده على النار. حطيت كده فيها بصلايه وجزرايه وطماطمايه، وحطيت حبهان ومستكه، وما حطيتش بقى ملح، خلي الملح ده الاخر. حطيت فلفل اسمر وبشره جوز الطيب وواحده بس كده صغيره من عيدين القرفه، وطبعا ما ننساش الورق اللوري. تمام كده. هنسيبها كده ايه الميه تغلي مع نفسها عبال ما نغسل الكوارع تاني مع بعض. انا كنت غسلاها قبل كده وكنت حطاها في الفريزر، بس انا هقول لكم ازاي انا برضو بغسلها عشان خاطر اللي مش عارفه. انا بجيب هنا بحط عليها دقيق وملح وجنزبيل بودر. تمام. بتمسكيها بقى تغسليها كده غسله كويسه. بصي الجنزبيل البودر مع انا هنا كنت نسيت ان انا احط قدام منكم الجنزبيل البودر. طبعا على العلبه بيكون معاكي حد واقف في قلب المطبخ بيبقى لابخينك بصراحه. فانت عشان تعملي اكله محترمه كده وحلوه ما تخليش حد واقف معاكي في قلب المطبخ، ايه خليكي مع نفسك انت هتفتكري كل حاجه. بس انا هنا عشان عيلي كانوا حوالين مني كانوا لابخيني بصراحه بس انا رجعت هنا افتكرت الجنزبيل وحطيته هنا معاكم. بالجنزبيل مع الدقيق مع الملح، عايزه اقول لك ده كافيه. بصي تشيلك اي ريحه زفره في الدنيا. بص يعني هديت للطيور للكوارع للبومبار الحاجات اللي زي ديت للكرشه تحفه، مش هيبقى فيها ولا اي حاجه. وهتلاقي معانا الكوارع بصي شمعه برضو نفس ما انا ما عملت زي ما قلت لكم في الكوارع. انا هنا كنت قلبه البومبار وكنت غسلاه، بس انا برضو هقول لكم تاني انا عملت هنا ايه. برضو حطيت هنا برضو فيها الملح والدقيق والجنزبيل. تمام كده. هندعكه برضو دعكه كده كويسه. انت تقدري بقى ايه تسيبيها مثلا نص ساعه ساعه على حسب ما انت ايه ما انت عايزه يعني. انا هنا زي ما قلت لكم انا كنت غسلاها كنت منضفاها، بس انا حبيت اوريكم الخلطه انا بعملها ازاي. تمام كده. هروح كده بقى دلوقتي اغسل الكوارع غسله كويسه والميه ايه تكون غليت بتاعه الكوارع. بصوا عايزه اقول لكم انا بقى الحاجات اللي احنا حطيناها في الشوربه بتاعه الكوارع كانت عامله ريحه ما شاء الله.